وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الصنعاني رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين، قال في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة. وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قال أئمة التحقيق. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالته. ثانيا الإنكار باللسان مع عدم استطاعته التغيير باليد. ثالثا الإنكار بالقلب عند عدم استطاعته التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدهما لم ينتفي الآخر. ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد الماكسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدته ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان، وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم، فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب، كالمارين على الماكسين وعلى القبوريين. ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. ووجه اختلاله إن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثير تعذر عليهم الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده: سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما وإما متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. وكذلك يعلم اختلال قولهم في الاستدلال: فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، مختل من وجهين: الأول دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قولهم فكان إجماعا
فإن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك: وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت: ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم، فما كل سكوت رضا، فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ فإن هذه القباب والمشاهد التي أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسريت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع، حتى يغرس في جبلته كل باطل. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. ما شاء الله، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيواصل العلامة الصنعاني رحمه الله في رد الشبه التي يلقيها أعداء التوحيد، وخاصة منهم الذين يؤيدون عبادة القبور والذهاب إلى أهلها ودعائهم وصرف العبادة لهم. ومعلوم أن شرك عبادة القبور هو عين شرك الأولين. كان الأولون في عهد الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويتقربون إليها بعبادات من ذبح ونذر واستعانة واستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة، ويقولون هي تتوسط لهم، يريدون منهم ماذا؟ الشفاعة، فكفرهم الله عز وجل وأكذبهم، وأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم. أصحاب القبور في زمن الشيخ رحمه الله العلامة الصنعاني، وفي زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في الأزمنة الكثيرة، شركهم أو عملهم هو عمل الأولين. أولئك كانوا يقربون للأصنام والأوثان والأشجار، وحتى يقربون للأولياء وللأنبياء وللملائكة، يعني ليس الأمر مقصورا على الأحجار والجمادات، بل كانوا يقربون لغيرهم. فأنواع من الشرك كانت موجودة. هؤلاء في الأزمنة الأخيرة الذين يعبدون القبور
هم يتقربون إليهم بعبادات، فكما أن أولئك يتقربون إليهم بعبادات ويقولون يتوسطون لنا عند الله، نفس الكلام أهل القبور يقولون نحن نتوسط بهؤلاء عند الله تعالى لتقضى لنا الحاجة، فيطلبون منهم جلب المنافع ودفع المضار التي لا تطلب إلا من الله. فصار شرك أهل القبور كشرك من؟ الأولين في عهد الجاهلية الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد، حذرهم من الشرك، فهو يريد أن يقرر هذه المسألة. واضح يا جماعة؟ لابد أن نعرف هذه المسألة لأنها تنبني عليها أشياء كثيرة. المسألة المهمة التي يهدف إليها العلامة الصنعاني وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب وهكذا أئمة التوحيد كلهم يهدفون إلى تقرير العقيدة الصحيحة، إلى التوحيد الخالص بعبادة الله وحده لا شريك له، وعدم صرف أي عبادة ولو قليلة لأي معبود من دون الله عز وجل، سواء كان نبيا أو وليا أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو ملكا أو ما شكل ذلك، وكلها يبين أنها شرك. الآن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين شيء وقد سبق معنا الكلام فيه في الدرس السابق، وهو أن عباد القبور موجودون في الأزمنة ولا منكر عليه. يقول عدم الإنكار دليل وتسويق لعملهم، وأنه ليس فيه شيء، إنما هو محبة للصالحين ويتوسطون بهم عند الله لأن لهم منزلة وجاه عند الله عز وجل. أيوة، شبهة، هذه من الشبه. يرد الآن عليه، رد عليه المؤلف رحمه الله، فيقال له شبهة باطلة. أولا وجود الشرك وكثرته وكثرة أهله ليس دليلا على جوازه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. فوجود الشيء وكثرته ليس دليلا على حليته وجوازه، بل قد يكون ماذا؟ محرما، قد يكون غير جائز. ومن جملة ذلك الشرك، شرك القبور موجود وبكثرة، وعليه حتى علماء هؤلاء المشركين ضلالهم الذين يضلونهم يحضرون مناسباتهم وطقوسهم، فليس دليلا على جواز الشرك وجواز عبادة القبور وتقديم القربات لهم. إذن يرد عليهم ويقول هذه الشبهة باطلة. فوجود الشرك ووجود البدع والوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك ليس دليلا على جوازها ولا على عدم وجود منكر لها. واضح؟ هذا ركز عليه الشيخ رحمه الله. يعني هو يقول أنه ما في منكرين، يقولون لا منكر للشرك هذا، وأنتم تقومون تنكرون على الناس، لماذا وأكثر الناس ما ينكرون؟ نقول لهم عدم وجود المنكر ليس صحيح، فوجد من ينكر، وجد من ينكر. وأشار إلى مسألة رحمه الله، وهو أن الإنكار قد يكون باليد وقد يكون باللسان وقد يكون بماذا؟ بالقلب. فهناك من الدعاة من ينكرون بألسنتهم قد يكونون قلة، فيوجد في الأزمنة مثلا السلطة لا تؤيد التوحيد الخالص، تدعو إلى عبادة القبور، كما حصل في العهد قبل العهد السعودي في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل أن يقوم بدعوته. كان هناك من السلاطين من يدعون إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله وإلى عبادة القبور. فلا نقول لا منكر، يوجد من المنكرين،
لكن قد يضعفون ولا يستطيعون يتكلمون. يبقى ماذا الإنكار بماذا؟ بالقلب، وهذه مرتبة من مراتب الإنكار. فأنت لا تحكم على الناس تقول لا يوجد منكر. قد يوجد منكر باللسان لكن قلة. وإذا لم يوجد منكر باللسان ولا باليد، لا بد أن يكون هناك منكر ماذا؟ بالقلب، الذي هو أضعف الإيمان. وهذا هو الذي يقدر عليه هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يتكلمون ولا يستطيعون أن يغيرون بأيديهم. ما أدري واضح هذا الكلام؟ هذا الذي يشير به المؤلف في أول الكلام رحمه الله. فيقال كما قلنا في كلام الشيخ رحمه الله: لا يخلو زمن من وجود منكر وداعية إلى التوحيد، وقد يكون هذا الإنكار باليد وقد لا يكون، قد يكون باللسان وقد لا يكون باللسان، يكون بماذا؟ بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وقد قلت لكم من فضل الله عز وجل علينا، ذكرنا بهذا وينبغي أن يذكر بذلك، من فضل الله علينا في هذا الزمن أن قامت هذه الدولة على أساس التوحيد، على إظهار معالم التوحيد والحمد لله، وعلى إزالة معالم الشرك ولله الحمد. فلما أتى الملك عبد العزيز، هي منذ التأسيس والحمد لله على هذا، لكن مثلا في عصرنا الحاضر لما جاء المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، جاء وتوجد من القبور من تعبد من دون الله عز وجل، والأشجار والأحجار، ووجود الشرك كان موجودا. فقام بدعوة التوحيد على أساس الكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح رحمه. فظهرت، فوجد ماذا؟ من يدعو إلى التوحيد. هذه نعمة عظمى علينا يجب أن نتحدث بها وأن ندعو لأصحابها. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، حيث تسببوا في الخير العظيم الذي نعيشه ولله الحمد منذ ذلك الزمن، والناس يعيشون في أمن وأمان ورخاء وخير عظيم، كله بسبب ماذا؟ التوحيد الخالص، بسبب إزالة معالم الشرك. ولا زال ولله الحمد الخير إدرار على هذه البلاد. كلما أتى ملك من ملوكها، كلما أتى يؤسس ما كان عليه الأول ويؤيد ما كان عليه الأول. ونرى ولله الحمد الخير الكثير في هذا العهد المبارك. وفق الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما يحب ويرضى، وجزاهما خير الجزاء. جهود عظيمة تقوم بها الدولة بقيادة ولاة أمرها، وفقهم الله، ويظهرون التوحيد الخالص ويقمعون الشرك والبدع. ولو حصل في بعض الأحيان الدولة تقوم بقوة ولله الحمد، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولولا الله ثم هذه الجهود لرأيت شيئا عجابا، لأن أهل المنكر وأعداء التوحيد كثر، وعندهم عزيمة وعندهم قوة وصلابة في كل زمن، ولكن يكبتها الله بقوة السلطان. إذا كان على التوحيد الخالص وكان على الكتاب والسنة يكبت هؤلاء الأعداء ولا ينشر مذهبهم، ولله الحمد والمنة. وانظر إلى تدريس العقيدة الصحيحة وتحذير من العقائد الفاسدة في مساجدنا، في مدارسنا، في خطب الجمع. هذه من أعظم النصرة، وهذه من أعظم الإنكار للشرك وعبادة القبور خاصة. فينبغي أن نتأمل في هذا الأمر. ثانيا، هذا تعتبر الفائدة الأولى، وأنه كان أطلنا فيها قليل لأنها هي خلاصة ينبغي فيها ما سيأتي. نفرد ما ذكره الشيخ رحمه الله، بيان أن إنكار المنكر ومنه إنكار الشرك والبدع قائم في الأمة كلها، قائم في الأمة كلها. لا تزال طائفة على الحق منصورة تقول بأمر الله، ولكن يتفاوت هذا الإنكار، قد يكون باليد وقد يكون باللسان وقد يكون بماذا؟ بالقلب، كما في الحديث الشريف: فمراتب إنكار المنكر 3 مراتب.
ثالثا، بيان أن سكوت عدد من أهل العلم، هم يركزون على هذا، يقولون علماء ما سمعناهم يتكلمون، ما ينكرون على أصحاب القبور، يصلون في المساجد اللي فيها قبور، ولا ينكرون على أحد يطوف بها أو يذبح لها أو ينذر لها. فنقول إن سكوت، كما يقول الشيخ رحمه الله، نحن نذكر خلاصة كلامه، بيان أن سكوت عدد من أهل العلم لا يعتبر تقريرا لمنكر، لا يعتبر تقريرا لمنكر، فما كل سكوت يعتبر رضا. قد يسكت العالم ما يستطيع يتكلم لوجود سلطة قوية تعارضه، تقوم بخلاف ما يقول، فيسكت خوفا على نفسه أو خوفا على دعوته. فنقول فما كل سكوت يعتبر رضا، فقد يكون مقرر هذه المنكرات أو أي منكر، ومنها منكرات عبادة القبور، بيده السلطة. بيده ماذا؟ السلطة، يتصرف فيها بحكمه، فلا يقوى فرد من الأفراد أن يقاوم هذه السلطة. ومن ذلك ما كان يوجد من القباب، توجد قباب في المساجد وتحتها ماذا؟ قبور وأضرحة تعبد من دون الله. وحتى لو لم توجد عبادة لها، توجد ذرائع للشرك، توجد ذرائع للشرك، فما يستطيع أحد أن يغير هذا المنكر، لأن المنكر أعلاه الشرك، دونه ماذا؟ الذرائع التي توصل إلى الشرك. فقد يوجد الشرك بعينه، وقد توجد ذرائع توصل إلى الشرك، لا يستطيع أحد أن ينكر، لأن السلطة بيد من؟ بيد من يقوم على هذه المنكرات. هو يتحدث عن ماذا؟ عن زمنه وعن ما يوجد في بلاده، ويتحدث عن ما كان يوجد قبل مجيء الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود. فيقول كانت السلطة تؤيد الشرك وعبادة القبور واللجوء إلى الأولياء والصالحين. فأتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن من ناصره وناصر دعوته هذا الإمام العلامة الصنعاني رحمهم الله جميعا. رابعا، بيان أنه قد وقع صور من الفساد والمنهيات عنها ولم يستطع أحد أن يقاوم تلك المنكرات ويهدم شيئا منها، حتى قيض الله تبارك وتعالى من أعز بهم الإسلام. وذكر الشيخ هنا قال فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وأسرجت عليها الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليها الستور إلى آخر ما ذكر. هذه ماذا يا جماعة؟ منكرات، ذرائع للشرك، أو أنها قد تكون شركا إذا صرف لها عبادة من دون الله تعالى. هذه منهيات أو لا؟ منهيات، وجدت عليها أدلة من البناء على المساجد وإقامة السروج والحفلات وغير ذلك، هذه منهيات عنها، لكن وجد ما استطاع أحد أن يغير بيده ولا بلسانه. لماذا؟ لقيام السلطة على هذه المنكرات والدفاع عنها. فهو يريد أن يبين لك هذا الكلام الذي أورده في آخر الذي سمعناه، يبين لك أن هناك صورا من الفساد ومن المنهيات التي وجدت في عصور ما استطاع أحد من العلماء
ينكر ذلك المنكر بلسانه ولا بيده. بقي ماذا؟ الإنكار بالقلب، وهو لا يملكه كل إنسان، ولا يعذر أحد بتركه، لا يعذر أحد بتركه. الفائدة الأخيرة من عموم الكلام بيان أنه قد وجد من قامت به الحجة، بيان أنه قد وجد من قامت به الحجة، وخاصة في إظهار التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله، وخاصة في هذا الزمن، وخاصة في هذا الزمن الذي ولله الحمد ولاة أمر هذه البلاد يقومون به قياما عظيما. كذلك من الوسائل والسبل والأسباب بما انتشر من وسائل البث والتعليم للناس والتحذير لهم من طرق الشرك، هذه أيضا من الأمور التي قامت بها الحجة على العباد. أيضا الدولة وفقها الله ترسل الدعاة، خاصة من طلاب الجامعة الإسلامية التي يفد إليها طلاب كثر من أنحاء العالم، يأتون ويدرسون. أعظم ما يدرسون ماذا؟ العقيدة الصحيحة، والتحذير من المناهج والمذاهب والنحل والملل المخالفة للعقيدة الصحيحة. فيرجعون إلى بلادهم يعلمون العقيدة الوسطية، العقيدة الصحيحة التي تعلموها في هذه البلاد على أيدي العلماء، علماء أهل السنة والحمد لله. هذا والله من أعظم الفضل، ويجب أن نذكره وأن نتحدث به. هذا من محاسن هذه الدولة العظيمة، وفقها الله وبارك فيها وزادها الله عزا وتمكينا. نقف على هذا.